اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم خياتي. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم باتم الصحه والعافيه. اليوم جيتكم خياتي بواحد لي طاقت، يعني واش نقول لكم عليهم. واحد لي طاقت من اروع ما يكون، وصفه مبتكره، وصفه جديده، راح تكون مزيج بين لي طاقت وبين تشيز كيك. يعني راح تكون فون دو طاقت عادي، والكلمه راح تكون كريمه تشيز كيك، وواحد لا مارمولاد تاع لي فراز. بما انه فونسيم تاع لي فراز راح نستغلوه ونديروا به وصفات. قلت لكم وصفة مبتكرة راح تشوفوها لأول مرة، والبنة ما عندي ما نقولكم، صدقوني من أروع التحليات اللي راح تذوقوهم اللي راح تاكلوهم. أول حاجة راح نديروا العجينة لي فوندو طاقت عادي اللي مولفة دايما نخدموا معاكم. 250 غرام تاع مارغرين، 125 غرام تاع 250 غرام تاع فرينة، 125 غرام تاع مارغرين، حبة بيض، مغرفة زيت، 2 مغارف تاع سكر كلاص، مغرفة صغيرة تاع لافاني، رشة تاع الملح ورشة تاع الخميرة. انا هنايا راح نخدم في البلندر، نتوما تقدروا تخدموها غير بيديكم عادي ماشي مشكل. راح نبدا نحط الفرينه، حنصاب لي الفرينه مع المارغرين. انايا راح نحسب لكم الفرينه. كاين بزاف يقولوا لي 250 غرام تاع فرينه شحال هي، حوالي 10 مغارف معمرين. هاد التحليه اللي كانت في بالي عندي مده وانا نخمم نديرها. فكما يقولوا في هذاك اليوم قررت، قلت اليوم نطبق الوصفه هذه اللي راهي في راسي، لانه نحسها بلي راح تجيب بزاف هايله. وفعلا كما كان الحال جات قمه، يعني قمه بسم الله ما شاء الله، بنه بنه بنه. ما نقدرش نوصفها لكم. وكي تجربوها راح تعرفوا واش راني نهضر. يعني قلت لكم مزيج بين طارت، مورفين نديروا طارت بكريم باتيسيير بكريم دبلومات. هذه المره درتها لكم بكريمه التشيز كيك، يعني قلت لكم كريمه بارده ما تروحش للنار. والبنه قلت لكم ما نقدرش نوصفها، يعني لازم تجربوها باش تعرفوا واش راني نهضر. في البلندر درت هذيك الفرينه، درت المارغرين، درت السكر كلاص، لافاني، رشه تاع الملح، رشه تاع الخميره. الخميره ما ديروش بزاف، جوست باش تجيكم لاباط مهويه. بعد ما تتصاب الفرينه مع المارغرين، هاد العمليه تقدروا ديروها باليد. راح نطموها بحبه بيض صغيره. هنايا الناس اللي ما يحبوش البيض ممكن انكم تستغنوا على البيض هنا وتلموها بالحليب يكون بارد ولا ما يكون بارد. والناس اللي ما يحبوش يديروا حبه بيض كامله ممكن انكم تلموها بالصفر، يعني ديروا صفر ولا زوج. وفي حال انكم درتوا صفر راح تستغنوا على الزيت، يعني ما ديروش الزيت. انا نحب نديرها بحبه بيض كامله، تجيني هايله، تجيني فيها طراوه وقرمشه في نفس الوقت. فانا تعجبني بهذه الطريقه. لاباط نخلوها ترتاح حوالي ربع ساعه في الثلاجه ولا في 10 دقائق في الكونجيلاتور. من بعد تجبدوها. وهنا اليوم راح نخدمها في هذا المول الطويل. تقدروا ديروها في مدور كاري، يعني اي مول تحبوا ديروه. انا هاد العجينه كانت خرجت لي هذاك المول، بقات لي شويه عجينه. درت بها 4 لي طاغت صغار، راح تشوفوهم معايا في الاخير. انا خديت بابي كويسون. بابي كويسون دايما يعاونكم بالبزاف. ما عندكمش ديروا يا لو كان ساشي تاع الخبز ولا هذوك الترونسبارون. نفتح العجينه ونقلبها فوق المول ونفونسيها مليح مليح، نعطيها وقتها باش تخرج لي لاباط. يخرج لي لو فون دو طارت، يخرج لي مفيني مليح هكذا. نبدا نضغط نحي كامل الزايد، وين كاين ناقص العجينه نزيد، وين كاين زايد نحيه. كيما راكم تشوفوا راح نحي كامل الزايد بالحليول. قلت لكم هذيك العجينه اللي بقات لي خرجت لي 4 صغار. يعني كنتوا شفتوا معايا الصور في الاول، يعني هذوك 4 الحبات صغار اللي كنتوا شفتوا معايا، هذوك هما اللي كنت خرجتهم بهذه العجينه اللي بقات هكذا. فينيوها مليح. لا فينيسيون تلعب دور. ديروا حاجه بنينه ويعني وتجي هايله وكامل. لكن الا ما فينوتوهاش مليح، ما عطيتوهاش وقتها، الشكل يلعب دور والعين هي تاكل قبل الفم. يعني لازم الحاجه تتعبوا عليها وديروها على الصح هكذا. من بعد نحكم صبعي ونجوز كامل على الاطراف هكا باش لي فون لو فون هذا ما يهبط لكمش في الفور. ولاستيوس، هاد لاستيوس راكم تشوفوا فيها، شوفوا صبعي كيفاش راني ندير. راني ندير كي شغل تقابي صغار في الاطراف، ونزيد نثقبها بالفرشيطه وندخلها الكونجيلاتور. هذه هي لاستيوس الاولى. لاستيوس الثانيه انكم تدخلوها في الكونجيلاتور نص ساعه حتى تجمد. لازم تولي حجره حجره باش تقدروا تشعلوا الفور وتدخلوها طيب مباشره وهي مجمده. هكاك راح تحصلوا على ان فون دو طارت اللي راح يكون متماسك
وما يهبط لكمش كامل في الفرن. هنا راح نديروا الكريمه. واش فيها كاس تاع بودره شونتيي، كاس تاع خليط بين الحليب والكريمه السائله. تقدروا ديروا غير حليب بارد. انا هنا درت نص كاس تاع كريمه كريم فريش ونص كاس تاع الحليب بارد. راح نضيف لهم غرفه تاع حليب بودره، ممكن ديروها ممكن تستغناو عليها، لكن راح تزيد لكم في الطعم. كاس تاع بودره شونتيي. وهاد لا مارميلاد اللي كنت ديجا درتها معكم من قبل في الفيديو اللي كنت درت فيه موسكوتشو محشيه بالمارميلاد هذه تاع الفراس. راح نخلي لكم الرابط تاعها ونقول لكم كيفاش درتها. وانا راني في الفيديو، يعني مع الفيديو راح نقول لكم كيفاش درتها. نطلع الكريمه تاعي مليح. المارميلاد واش فيها 300 غرام تاع فريزه مقطعه مربعات صغار. نضيفوا لها 100 غرام تاع السكر، نص كاس تاع الماء، نخلوها فوق النار تغلي. بعد ما تغلي نحو لها كامل هذاك البيض اللي يطلع. وخمس دقائق تغلي، 5 دقائق نضيف لها باكي تاع فلون فريز وتغلي 2 دقائق ونطفوا عليها. وكي تبرد راح تتماسك. الكريمه واش زدت لها بعد ما طلعت؟ زدت لها زست دو سيترون، يعني مبشور الليمون، يعطينا ذوق هايل. وضفت لها علبه تاع جبن امير اللي فيها حوالي 110 غرام. جبن امير يعطينا ذوق مميز، وهذا هو اللي يعطينا الذوق تاع كريمه التشيز كيك. كما تعرفوا التشيز كيك يتخدم بالجبن. هنا اللي ما عندوش الامير تقدروا تستعملوا علبه تاع فروماج ريجيم ولا جبن مثلثات، حوالي 6 قطع تاع جبن مثلثات. الكريمه تقدروا تزيدوا لها لافاني تاني. وهنايا واش درت؟ عمرت شويه تاع الكريمه في لابوش، والباقي راح نخدم بالمغرفه عادي. نحكم شويه تاع الكريمه نحطها هكا غير بالمغرف، نمشيها مليح. وهاد الكريمه يعني جاتني سوسوه قد الكريمه قد العجينه. عمرت لي هادو وجاتني سوسوه، يعني العجينه ما ترموا منها والكريمه ما ترموا، يعني ما تبقى لكم، يعني كلش راح يجي سوسوه. نعمر هكذايا عشوائيا لانه راح نغطي كامل الكريمه اللي كنت درتها في لابوش. هاد المارميلاد اللي تقدروا تخدموها وتخبوها، بما انه رانا في موسم تاع الفراس. ديروها في تشيز كيك، ديروها في كيما اليوم في لي طاغت هكذايا. تقدروا ديروها فوق المسكوتشو. بزاف استعمالات ليها. تقدروا ديروها اذا تحطوها في الثلاجه تقدر تقعد لكم سمانه، واذا تقدروا تحبيتوا تخبوها مده طويله دخلوها الكونجيلاتور مونجي، ديروها في كونجيلاتور. هنا راكم تشوفوا كيفاش راني ندير دي غوزاس بالكريمه. وهذاك الفيد اللي راه في الوسط هو اللي حنعمر فيه هاد المارميلاد تاع لي فريز، يعني حاجه جديده. بنه قلت لكم جديده ثانيك، شكل جديد في لي طارت. مالفين قلنا نديرو كريم باتيسير كريم دبلومات، لكن جربوا بهذه الطريقه وادعوا لي ادعوا لي، لانه على بالي بلي راح تدعوا لي من قلبكم. انا يا صراحه يا ما تدوز زعما دايره ريجيم، لكن صدقوني كي ذقتها ما قدرتش نحبس، والله ما قدرت نحبس. سورتو كي تبرد الكريمه هذه. هنايا الكريمه اللي بقات لي ثاني عاودت عمرتها ودرت هكايا. وهذاك الفيد راح نعمرو كيف بهذيك لا مارميلاد اللي عطاتنا بنه على بنه وعطاتنا شكل وذوق. ان شاء الله تعجبكم الفكره، وقولوا لي رايكم في التعليقات، وقولوا لي رايكم مبدئيا في الشكل، ونهار جربوها ان شاء الله وتشوفوا الذوق. على بالي بلي هذاك النهار راح تقولوا لي رايكم بكل صراحه، وعلى بالي بلي راح تعجبكم بالبزاف. هنا ناخذ فريزه. انا هنا قررت نزين بطريقه بسيطه، راح نحط انصاص تاع الفريزه من الفوق. نتوما زينوا كيما تحبوا، كل وحده تزين بطريقه اللي تعجبها. يعني راح تولي خير وخير. نحطهم بطريقه عكسيه وتزين. هنا يعني يبقى اختياري، ممكن انا التزيين اللي درتو ما يعجبكمش، ممكن انكم نتوما راكم تشوفوا الشكل. يعني من دوكا باين شكل راقي مميز، توالم في الحفلات، توالم في المناسبات، اعياد الميلاد. يعني اذا حطيتوها في اي مناسبه راح تحمل لكم وجهكم، واللي ذوقها اكيد راح ينبهر من الطعم وراح يطلب الوصفه اكيد. يبقى حسب صدقوني والله ما راني مبالغه، مانيش مبالغ، لانه لو كان زعما جات ناقصه ولا من كثره ما هي بنينه وما شاء الله، فعلى بها نشكر فيها بزاف. ندير ورقه تاع نعناع، التحليه تاعنا تكون واجده اكيد. وهاي النتيجه النهائيه. هذوك اللي الصغار شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله، جاو يهبلوا. وديك الكبيره ثاني جات ما شاء الله. هنا راح ندير ورقه تاع نعناع نكاسي بهم الشكل.
بارطاجيوها قد ما تقدروا، لانه فعلا وهذه هي تستحق النتيجة النهائية. انكم شوفوا بسم الله ما شاء تبارطاجيوها، الله، تستحق انكم شكل تجربوها. راقي هكا مميز، راح يكون بنة بمثابه مميزة. تشجيعيه نتمنى دعميه انكم باش تجربوهم دائما نقدم خياتي. لكم وكما افضل عودتكم في الاخير من دائما قبل. راح ما شاء نقسم الله لكم باش تشوفوا يعني كيفاش جا القوام تاع اللي الصوره طبت راهي هادو. تحضر على روحها العجينه فوق تتفتت تذوب في الفم، خيالي. مرمله، لازم كريمه لازم رائعه بنينه، ونديري تجربوها ايس كريم، وتعرفوا. ونديري اكو تاكلوا في كما تشيز عودتكم كيك. في الاخير دائما الشكل يعني لازم هاكو تشوفوا تجربوها، فيه. يعني تجي تذوب ذوبان بهذيك الكريمه بهذيك العجينه بهذيك المرملات، مزيج شوفوا يعني مميز. الموس فات وحده مع هذيك لا مارميلاد فلوس تعطاتها بنه على بنه. واذا عجبتكم لا فيديو نتمنى انكم ديروا لها جيم وتبارطاجيوها هكذا باش توصل وتحياتي اكثر عدد لكم من كاين المشاهدين، تاع الفيديو تاعنا ويجربوا اليوم. الوصفه هذه في الصيف، نعطيكم لانه اذا في جربتوها في الصيف راح تكون منعشه بزاف. فيديو جديد ودوك وصفه لحقنا جديده. لنهايه الفيديو، نخليكم في نخليكم امان في الله امان والى الله والى اللقاء ان شاء الملتقى ان الله. شاء الله. سلام. سلام.